مرحبا، كيفكم؟ بالاسبوع الخامس والفيديو الخامس من تحدي تعلم اللغة الاسبانية بمساعدة الذكاء الاصطناعي المجاني، حصريا مجاني. ليش مجاني؟ لحتى الكل يقدر اللي انا عم بعمله، لحتى الكل يقدر يتعلم لغة مجانية بسهولة بدون ما يدفع ولا ليرة. انت فعليا هلا اللي قاعد عم تتابعني فينك تفوت وتتعلم اي لغة اللي بدك اياها مثل ما انا عم بعمل وعم بتعلم اللغة الاسبانية. ما إلك اي حجة ابدا تقول لا فيني وما فيني. اللي شاف الفيديو الماضي فنحن حكينا عن ادوات الربط باللغة الاسبانية، ولكن اليوم بدنا نحكي عن افعال اسبانية. ليش؟ لانه بالفيديو الماضي ما كان عندي وقت اني احكي عن الافعال، فلهيك اجلت لهذا الفيديو لحتى نحكي عن الافعال ونحكي عن جمل عن هي الافعال. اليوم في عندنا حوالي 10 افعال بدنا نعمل عليهم جمل. نحن اصلا بكل فيديو عندنا 10 افعال، يعني فعليا كل اسبوع عندنا 10 افعال. بالفيديوهات الماضيه في عندنا تقريبا شي 30 فعل حكينا عنهم خلال الشهر الماضي، خلينا نحكي. واليوم بدنا نكمل بالافعال، فيعني ممكن من هون لاخر هذا الشهر يصير في عندنا حوالي 60 70 فعل. تخيل انه خلال شهرين ثلاثه ممكن تعرف اهم 100 فعل باللغه وتعمل عليهم جمل كمان. فالموضوع مثل ما انك شايف ما انه مستحيل ابدا، بده شويه وقت وبده شويه اراده. خلونا نبدا بالافعال. الافعال كلها مصرفه بصيغه الفاعل انا، لانه الافعال الاسبانيه بتلحق الفاعل وبتتصرف حسب الفاعل. هتشوفوا ببدايه كل فعل في كلمه جو واللي معناتها انا استمر جو كونتينيو. اذا بدي اقول انا استمر في عملي جو كونتينيو مي تراباجو. انا اتوقف جو بارو. بدي اقول انا اتوقف في الشارع جو بارو ان لا كايو. انا احسن جو ميخورو. اذا بدي اقول انا احسن لغتي الاسبانيه فبقول جو ميخورو مي اسبانيول. انا اخرب جو استروبيو. اذا بدي اقول انا لا اخرب بقول جو نو استروبيو. حكينا بالفيديوهات الماضيه اذا بدك تنفي الفعل فبتحط بس قبله كلمه نو، يعني مثل ما حكينا بالفيديوهات الماضيه اذا بتقول انا اعمل بقول جو تراباجو، اذا بقول انا لا اعمل بقول جو نو تراباجو. فاذا بدي اقول انا لا اخرب شيء فبقول جو نو استروبيو نادا. انا ابدا جو امبيسو. اذا بدي اقول انا ابدا في الدراسه جو امبيسو استوديار. لهون اذا ملاحظين انه في عندنا فعلين، في عندنا كلمه يبدا امبيسو وفي عندنا استوديار اللي هو يدرس. بس ولكن الفعل الثاني يصرف بصيغه المصدر لانه اجى بعد الفعل الاولاني. لما بيكون في عندنا فعلين بيجوا ورا بعضهم، الفعل الاولاني بيتصرف بعد الفاعل اللي هو مثلا جو، فصارت جو امبيسو، فشايفين في اخرتها او، لانه الافعال لما بتتصرف مع الفاعل انا بتنحط اخرتها او. ولكن الفعل الثاني لما بيجي بعد الفعل الاولاني فلازم يجي بصيغه المصدر، فبتصير جو امبيسو استوديار. بما انه حكينا عن ابدا فلازم نحكي عن انهي، فبنقول جو ترمينو. بدنا نحطها بجمله ونقول انا انهي الواجب او انا انهي الوظيفه جو ترمينو لا تاريا. انا افتح جو ابرو. اذا بدي اقول انا افتح الباب جو ابرو لا بويرتا. مثل ما ملاحظين احنا مو بس عم نحكي عن الافعال، كمان نحن عم نحكي عن كلمات لحتى نكمل فيها هي الافعال. مثل ما عم اقول جو ابرو انا افتح، طب ما بدي لازم كمل لحتى اعرف انا شو عم بفتح. فهيك نحن فعليا عم نتعلم كلمات جديده بقدر ما عم نتعلم افعال، لانه كل فعل جديد عم نحط له كلمه جديده وبهيك عم يصير في عندنا جمله قصيره. انا اغلق جو سيرو. إذا بدي أقول أنا أغلق النافذة جو سيرو لا فينتانا. أنا أنظف جو ليمبيو. إذا بدي أقول أنا أنظف المطبخ جو ليمبيو لا كوسينا. بما أنه حكينا عن أنظف فلازم أحكي عن أوسخ. أنا أوسخ جو إنسوسيو. إذا بدي أقول أنا أوسخ الملابس فبقول جو إنسوسيو ميروبا. أنا أطبخ جو كوسينو. إذا بدي أقول أنا أطبخ العشاء فبقول جو كوسينو لا سينا. مثل ما حكينا إذا بدنا ننفي هدول الأفعال بس بنحط كلمة نو قبل الفعل، يعني بنقول مثلا جو نو كوسينا لا سينا، يعني أنا لا أطبخ العشاء. وبهيك بنكون حكينا تقريبا عن 10 أفعال وعن النفي تبعهم وعن كلمات معاهم لهدول الأفعال. يعني في عندنا 10 أفعال 10 كلمات والنفي تبعهم. وبس هذا هو كان الفيديو اليوم، فيديو سريع خفيف هيك بسيط ولكن مفيد جدا جدا جدا. كلمات مهمة وممكن تنسمع حواليك إذا أنت بتسافر أو إذا أنت عم تتعلم أو إذا أنت عم تشوف فيديوهات إسبانية. اكتبوا لي بالتعليقات، وخاصة أنتم اللي بتعرفوا اللغة الإسبانية احكوا لي إذا أنا عم بنطق بشكل صحيح ولا لا. حاكم هذا النطق تبعي بس من الذكاء الاصطناعي، عم بحكي معه هو عم يعلمني كيف أنطق، فبتمنى إني يكون عم بنطق الكلمات صحيحة، ما عم خبص وجيب العيد. وهاستا لويجو.